السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، معاكم مستر محمد. إن شاء الله هنحل مع بعض نموذج كده على امتحان آخر السنة اللي في الصف الثاني الإعدادي بإذن الله. أتمنى إن أنتوا تستفيدوا منه إن شاء الله. نبص مع بعض كده. طبعا الخريطة التقليدية اللي هتجيلي في أي امتحان في الدنيا في ثاني إعدادي هي خريطة الوطن العربي، الحاجة الوحيدة اللي إحنا خدناها مع بعض السنة دي. فبالتالي هيجيب لي خريطة زي اللي موجودة قدامك وهبدأ أحط عليها البيانات. هيجي يسألني رقم واحد دولة. طبعا رقم واحد قدام حضرتك هنا اهي، دي دولة ايه؟ اتفقنا دايما الدولة اللي واخدة كيرف كده دي بنسميها دولة الصومال. طيب اتنين، مرتفعات. المرتفعات اللي موجودة عندي هنا في عمان دي بنسميها جبال عمان، ودي من الجبال لو فاكرين اللي احنا اتفقنا ان هي من الجبال الالتوائية. طيب ثلاثة، واحة موجودة في مصر هنا مفيش غيرها احنا درسناها اللي هي واحة سيوة. طبعا ما حدش يكتب لي واحد الخارجه او الداخله، الكلام اللي احنا خدناه قبل كده انا ليا مقرر عليها السنه دي، فبالتالي هكتب واحد سيوه، خصوصا ان هو محدد لي مكانها، فالمكان ده بتاع سيوه. أربعة، اقليم مناخي. طبعا هنا الاقليم المناخي ده ايه؟ اتفقنا دايما ان الاقاليم اللي بتبقى فوق خالص دي بيبقى اقليم ايه؟ تمام، البحر المتوسط. واخر حاجه الدائره اللي بتعدي في جنوب الوطن العربي في اقصى الجنوب تحت دي خط الاستواء. يبقى دي الخريطه بتاعتي. طيب نكمل مع بعض كده، نخش على السؤال الثاني مع بعض. وهيبدأ يقول لي اكتب المفهوم الدال عليه العبارات الآتية. يعني هكتب المفهوم العلمي. الموقع بالنسبة لدوائر العرض والطول ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه الموقع الفلكي. جبال نشأت نتيجة الحركات الالتوائية اللي تعرضت ليها الأرض دي بنسميها جبال التوائية. هو من اسمها اهي بيقول لي حركات التوائية، تبقى دي جبال الالتوائية اللي هي طبعا زي اطلس، عمان. اتفقنا ان كل جبال الوطن العربي التوائيه فيما عدا جبال البحر الاحمر وجبال الشام. مساحه من الارض تتميز بظروف مناخيه واحده دي بنسميها مساحه من الارض ليها نفس المناخ، يبقى دي اسمها ايه؟ اقليم مناخي. من التعريفات المهمه قوي دي. طيب زياده السكان خلال فتره زمنيه معينه ده بنسميه ايه؟ تمام، نمو السكان، معدل نمو السكاني. طيب ايه العلاقه بين، بيجي لي سؤال كده بيقول لي ايه العلاقه بين نهر النيل والثقافة العربية اللي انتقلت لقلب أفريقيا؟ اتفقنا ان نهر النيل لعب دور مهم جدا في نقل الثقافة العربية الإسلامية لقلب أفريقيا. يبقى بالتالي العلاقة هنا علاقة لصيقة. علاقة لصيقة لأن النيل قام بنقل الحضارة المصرية والعربية إلى قلب أفريقيا. زي ما احنا عارفين نهر النيل بيربط قارة أفريقيا كلها ببعض من أول شمالها لغاية نصها، وبالتالي نهر النيل لعب دور مهم في نقل الحضارة المصرية العربية لقلب أفريقيا، وبالتالي جعل النيل مصر مرتبطة بأفريقيا، خلينا مرتبطين بقارة أفريقيا. وكمان ساعدني نهر النيل اللي هو مرتبط بقارة أفريقيا، ساعدني على ان انا انقل الثقافة بتاعتي ليهم، ودي كانت حاجة مهمة جدا، لان طبعا نقل الثقافة ليهم ده خلى يبقى فيه دور حضاري لعبه نهر النيل. عشان كده بنقول لعب دور حضاري، يبقى فاصلة كده ولعب دورا حضاريا. طيب تعتبر حشائش نقط حديقة حيوان طبيعية. درسنا مع بعض الحشائش وقلنا ايه الحشائش اللي بنعتبرها حديقة حيوان طبيعية؟ دي بنسميها حشائش السافانا، لان بيعيش فيها جميع انواع الحيوانات. هضبة الشطوط دي في الجزائر بتتميز ان الكثافة السكانية بتاعتها كثافة سكانية ايه؟ تمام، منخفضة. قلنا الكثافة المرتفعة ديت اللي بتبقى عند الوادي والدلتا، المتوسطة اللي عند سواحل البحر المتوسط في الشمال، عند الشام، عند شمال مصر، شمال تونس، الجزائر، ليبيا، المناطق دي. اما المنخفضة هضبة الشطوط، تمام، وشمال سيناء، دي من المناطق المنخفضة. اما النادرة بقى اللي هي المناطق الصحراوية.
نسبة سكان الحضر في الوطن العربي لو فاكرين قلنا نسبة سكان الحضر 55%، أما سكان الريف كانوا 45، والبدو قلنا نسبتهم غير معلومة لأن هم بيتنقلوا كتير، فبالتالي نسبتهم مش معروفة قد إيه. طيب نكمل. تقع دولة جزر القمر عند دايرة كام؟ دايرة عرض كام جنوبا؟ طبعا درسنا إن جزر القمر بتقع عند دايرة 12 جنوبا. خش بعد كده على السؤال اللي بعده. بما تفسر تكون السلوج على قمم الجبال في الوطن العربي؟ ليه في سلوج بتتكون على قمم جبال الوطن العربي عموما؟ طبعا اشهرها كان جبل لبنان. طبعا بمنتهى البساطه لان انا عندي قاعده بتقول ايه؟ كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر تقل الحراره درجه مئويه، عشان كده بيتكون عندي السلوج فوق الجبال في الوطن العربي. السؤال الثالث جايب لي فقره كده ويبدا يسال عليها، بيقول لي في الفقره: وهب الله وطننا العربي اشكال مختلفه من مظاهر السطح ساهمت في تحقيق الوحده العربيه بين ابنائه وخصائص مناخه جعلته مميزا عن باقي الاوطان. ايه اوجه الشبه والاختلاف بين جبال الشام وجبال البحر الاحمر؟ طبعا اوجه الشبه ان الاثنين جبال ايه؟ يبقى اكتب كده الشبه ان الاثنين جبال انكساريه، فدي نقطه فيها تشابه. اما الاختلاف هو الموقع، موقع كل واحد مختلف. موقع جبال الشام بتقع شرق البحر المتوسط، انما مرتفعات البحر الاحمر بتقع على جانبي البحر الاحمر. يبقى اذا لو جاب لي سؤال زي ده في الامتحان، متشابهين في ايه ومختلفين في ايه؟ متشابهين ان الاثنين جبال انكساريه، جبال اتكونت نتيجه الحركات الانكساريه. مختلفين ان واحد فيهم بيقع شرق البحر المتوسط اللي هو جبال الشام، والتاني بيقع على جانبي البحر الاحمر اللي هو جبال البحر الاحمر. طب ايه هي العوامل اللي بتاثر في المناخ؟ لو فاكرين قلنا ان المناخ بيتاثر بكذا عامل. اول عامل القرب او البعد عن خط الاستواء، قلنا كل ما تقرب من خط الاستواء درجه الحراره بتزيد، كل ما بتبعد درجه الحراره بتقل، يبقى دي عامل. العامل الثاني التضاريس، لسه واخدين سؤال ان انا كل ما برتفع درجه الحراره بتقل، يبقى اذا التضاريس بتاثر. العامل الثالث قال لي المسطحات المائيه، المناطق اللي بتبص على بحار او محيطات بيبقى المناخ فيها معتدل ولطيف عن المناطق الداخليه، يبقى بالتالي عندي 3 عوامل هم رئيسيه: القرب او البعد من خط الاستواء او التضاريس او المسطحات المائيه. طيب سؤال تاني برضو جايب لي عباره هيبدا يسالني عنها، فبيقول لي سكان الوطن العربي بيتميزوا بتنوع الانشطه وكذلك اماكن تركزهم. في ضوء العباره دي تعال نجاوب مع بعض ال3 اسئله دول. اول سؤال: ليه نسبة الإعالة في الوطن العربي مرتفعة؟ إيه اللي خلى نسبة الإعالة عالية؟ قال لي نسبة الإعالة عالية بسبب إيه؟ افتكر معايا كده آخر درس خدناه مع بعض. نسبة الإعالة عالية بسبب زيادة نسبة صغار السن. تمام. تاني حاجة، تمام، زيادة نسبة البطالة. إيه تاني؟ إيه الحاجات اللي خلت الإعالة عالية؟ أنا شايف في ناس ناسية هي إيه الإعالة. الإعالة قلنا الأفراد اللي عايزين حد يصرف عليهم، حد ما بيشتغلش وعايز حد يصرف عليه. قال لي لان فئه صغار السن عددهم كبير في الوطن العربي، في ناس كتيره ما بتشتغلش اللي احنا بنسميهم بطاله. كمان نقطه ثالثه، نسبه كبار السن في الوطن العربي برضو كبيره، يبقى ارتفاع نسبه كبار السن. واخر نقطه قلنا عمل المراه قليل، يبقى ضعف مشاركه المراه في العمل. الاسباب دي كلها خلت ان نسبه الاعاله في الوطن العربي مرتفعه، ان صغار السن نسبتهم كبيره، البطاله نسبتهم كبيره، نسبه كبار السن نسبتهم كبيره، واخيرا المراه ما بتشاركش في العمل بصفه كبيره في الوطن العربي. طبعا احنا اتفقنا ان المراه ليها دور، بدليل ان 77% دلوقتي نسبه تعليم المراه او نسبه تعليم الاناث عموما، وقلنا ان المراه وصلت لوظائف مهمه في المجتمع زي القاضي وزي عضوة مجلس الشعب وزي الوزيره، ولكن مش كل الستات بتشتغل، وده اللي عامل عندي مشكله في الاعاله في الوطن العربي. العلاقه بين النقل والمواصلات وتوزيع السكان خدنا مع بعض
ان دايما المناطق اللي بيبقى فيها نقل ومواصلات بتجذب ليها السكان، ودايما المناطق اللي النقل والمواصلات بتاعتها ضعيف مش هتلاقي السكان بيحبوا يروحوها. يبقى بالتالي اقول له كده: كلما توفرت وسائل النقل جذبت السكان، وكلما قلت وسائل النقل والمواصلات طردت السكان او بعد عنها السكان. تمام كده؟ السؤال الثالث: ايه مقترحاتك لحل المشكله السكانيه في الوطن العربي؟ اتفقنا ان المشكله في الوطن العربي ان انا عندي دول عندها موارد، عندها فلوس، بس ما عندهاش سكان زي دول الخليج، ودول عندها سكان كتير زي مصر وسوريا ولبنان بس ما عندهاش فلوس. قلنا المشكله دي تتحل ازاي؟ قال لي رقم واحد: تشجيع رؤوس الاموال يجوا يستثمروا في الدول اللي فيها ثروه بشريه. يبقى رقم واحد: تشجيع رؤوس الاموال للاستثمار في الدول ذات الثروه البشريه. قلنا حل تاني ايه هو؟ التشجيع على الهجرة إلى الدول ذات الموارد. يعني أشجع الدول اللي عندها ناس كتير زي مصر مثلا، تشجع إنها تبعت الناس دي تروح تشتغل في دول الخليج، هو هيستفيد وفي نفس الوقت دول الخليج هتستفيد. نقطة ثالثة: التوسع في مساحة الأراضي الزراعية. التوسع في المشاريع الزراعية. اما اعمل مشاريع زراعيه كتير، اذا انا هوفر اكل كتير للشعب بتاعي، وفي نفس الوقت الاستثمارات العربيه اللي هتيجي تستثمر فلوسها عندي في المشاريع دي هي كمان هتكسب. يبقى دي 3 حلول هم ممكن احل بيهم المشكله السكانيه في الوطن العربي. تمام كده؟ طبعا مفتوح لحضرتك اي حلول تانية انت عايز تقولها، بس احنا بنحاول نفكر مع بعض. ممكن اضيف انا حلول لو انت عندك تاني قول، مفيش مشاكل خالص. نخش مع بعض كده على التاريخ. وبيقول لي: حدثت غزوة بنو قينقاع لقتال، لو فاكر غزوة بنو قينقاع دي من الغزوات اللي تمت عندي لقتال اليهود. ودي اتعملت 2 هجريا بعد على طول غزوة بدر. 2 أصبحت مركز للخلافة الإسلامية في عهد علي. قلنا في عهد علي نقل العاصمة من يثرب إلى الكوفة، فتح نص العراق وأدخل أهلها في الإسلام. طبعا اللي فتح نص العراق ودخل أهلها في الإسلام كان خالد بن الوليد. نظمت قريش رحلتين للتجارة، إحداهما لليمن في فصل. قلنا رحلة اليمن دي كانت في فصل الإيه؟ تمام، الشتاء. إيه نتائج معركة القادسية؟ معركة القادسية كانت بين المسلمين والفرس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وكان القائد فيها سعد بن أبي وقاص. ترتب عليها إيه المعركة دي؟ انتصار المسلمين وهزيمة الفرس ومقتل القائد بتاعهم اللي كان اسمه رستم، زائد دخول المسلمون عاصمة الفرس. لو فاكرين كان اسمها ايه؟ المدائن. تمام. يبقى عندي 3 نتائج اهو، وقاعدة ثابتة: كل المعارك اللي احنا درسناها انتصر فيها المسلمين، فيما عدا غزوة واحدة اللي هي غزوة أحد. دي المعركة الوحيدة اللي المسلمين اتهزموا فيها. يبقى أي معركة هتجيلي في الامتحان ترتب عليها ايه؟ أقول له على طول انتصار المسلمين. أدي نقطة هي جات لي من الهوا. تمام. لو عارف الطرف الثاني كان مين يبقى كمل، اقول له انتصار المسلمين وهزيمه فلان، الفرس، الروم، المشركين، ايا كان. تمام. فدي من النقط الاساسيه وانا بحل اي سؤال فيه من النتائج. سؤال تاني: ايه اللي هيحصل لو المسلمين ما كانوش خلف اوامر الرسول في غزوه احد؟ احنا لسه قايلين دي الغزوه الوحيده اللي اتهزمنا فيها، يبقى بالتالي لو ما كانوش خلف اوامر الرسول لم يهزم المسلمون. طبعا ممكن اضيف ان ما كانش مات من المسلمين 70 شهيد، ممكن اقول ده ما كانش هيتم، فبالتالي انا ممكن اضيف اجابات تانية، بس الاساس عندي ان المسلمين ما كانش هيتهزموا. السؤال اللي بعده بيقول لي: لمن تنسب العبارات الاتيه؟ دي مجموعه عبارات لاعمال عملها بعض المسلمين، انا هبدا اشوف الاعمال دي مين اللي عملها. بيقول لي: القائد الاسلامي اللي انتصر في معركه القادسيه، لسه قايلينه مع بعض، قلنا القائد ده كان اسمه سعد بن ابي وقاص. طيب
قام بإمامة المسلمين في الصلاة أثناء مرض الرسول، ده اللي هيمسك أول خليفة اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق. مسك سنتين، قلنا مسك من السنة اللي مات فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 11 هجريا ل 13 هجريا، قعد 2.5 بالظبط في الخلافة، ومات في نفس سن الرسول هو وعمر، هما الاثنين ماتوا في نفس السن بتاع الرسول اللي هو كان 63 سنة. حاول هدم الكعبة سنة 571، ده أبرهة الحبشي. طيب نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ليخدع المشركين، ده اللي احنا درسناه اللي هو أول فدائي في الإسلام، علي بن أبي طالب. ممكن أجيب لك السؤال أقول لك مين هو أول فدائي في الإسلام، يبقى علي بن أبي طالب. دي مجموعة تواريخ أبدأ أقول حصل فيها إيه. 8 هجريا لو افتكرت معايا، 8 هجريا ده كان غزوة فتح مكة. وفي ناس ممكن تقول لي غزوة حنين كمان، الاثنين كانوا في نفس السنة، فدي صح ودي صح. 21 هجري ده فتح عمرو بن العاص مصر. وممكن اكتب كمان غزوة نهاوند لو فاكرين، ودي الغزوة اللي استشهد فيها القائد بتاعها اللي كان اسمه النعمان بن مقرن. ممكن يجي يقول لي مين قائد معركة نهاوند اللي استشهد فيها؟ النعمان بن مقرن، كانت في نفس السنة. 15 هجريا حصل فيها حاجتين، حصل عندي معركة القادسية اللي احنا قلنا من شوية ان القائد بتاعها اهي كان سعد بن ابي وقاص، وكمان حصل عندي فتح بيت المقدس. وقلنا فتح بيت المقدس تم على ايد الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه. دي المدينة الوحيدة اللي عمر بن الخطاب طلع من يثرب مخصوص عشان يفتحها. 34 هجريا دي الغزوة او المعركة بقى، مش غزوة، المعركة اللي تمت في عهد عثمان اللي هي معركة ذات الصواري. وقلنا اتسمت بالاسم ده لكثرة السفن اللي كانت فيها، ودي المعركة اللي كانت بين الاسطول بتاع المسلمين، اول معركة بحرية نخشها ضد الروم، وانتهت بانتصار المسلمين بقيادة معاوية بن ابي سفيان، وكان بيساعده والي مصر عبد الله بن ابي صرح. اخر سؤال، بما تفسر ارسال الرسول الى الباديه؟ لو فاكرين في الفصل او في الدرس الثاني تحديدا قال لي ان المسلمين او مش مسلمين بقى، كان الكفار عموما في قريش بيرسلوا اولادهم الى الباديه اللي هي الصحراء، قلنا عشان يكتسبوا 3 حاجات: قوه البنيان، وفصاحه اللسان، ورجاحه العقل. عشان كده كانوا بيبعتوا ولادهم للباديه اللي هي الصحراء عشان يكتسبوا ال3 صفات دول. تمام كده؟ بكده يبقى انا بالنسبه لي خلصنا مع بعض الامتحان ده، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، واتمنى اشوفكم المره الجايه على امتحان جديد. شكرا.